يبدو أن قرار راشفورد بالرحيل ناتج عن انعدام الاستقرار في الفريق، مما أثر سلبا على ثقته بنفسه وأدائه. هذه العوامل ساهمت بشكل واضح في اتخاذه هذا القرار. عبر راشفورد عن استعداده لمشروع جديد، مما يعكس رغبته في الانتقال إلى ناد يوفر له فرصا أكبر للتطور. هذا الأمر يدل على عدم الرضا عن وضعه الحالي. من المهم متابعة وجهة راشفورد بعد مغادرته مانشستر يونايتد، حيث تثار الكثير من التكهنات حول الأندية المهتمة بالتعاقد معه. قد تتوفر له خيارات مثيرة. تسعى أندية مثل الهلال والاتحاد السعودي للتعاقد مع راشفورد، مما يشير إلى زيادة المنافسة بين الأندية للحصول على أفضل اللاعبين المتاحين. أيضا أندية أوروبية مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة تعبر عن اهتمامها بضم راشفورد. هذه الأندية تسعى لتعزيز صفوفها بلاعبين يمتلكون مهارات عالية. تصريحات مدرب مانشستر يونايتد تشير إلى إمكانية مغادرة راشفورد. المدرب يسلط الضوء على أهمية التواصل قبل اتخاذ قرارات مصيرية في مسيرة اللاعب. تتطلب القوانين المالية الصارمة من برشلونة اتخاذ تدابير محددة لضمان استقرار الفريق. هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على قرارات الانتقالات في النادي. يستمر برشلونة في استكشاف خيارات جديدة لتعزيز خط الهجوم، حيث يظهر ماركوس تورام من انتر ميلان كخيار مثير للاهتمام لتلبية احتياجات الفريق. يعتبر ليفاندوفسكي لاعبا أساسيا في الفريق على الرغم من عمره. الأداء الحالي له يثير تساؤلات حول التوقيت المناسب للبحث عن بديل. بعد المباراة، احتفل ريال مدريد بلقب البطولة أمام جماهيره، مما يبرز تفوقه التاريخي في كرة القدم. لحظة الاحتفال كانت مفعمة بالحماس للجميع. روديجر، مدافع ريال مدريد، رد بذكاء على مشجع برشلونة الذي استحضر ذكرى الهزيمة السابقة. هذه اللحظة تعكس عمق التنافس بين الفريقين وحماس المشجعين. الحوار بين روديجر والمشجع يعكس التوتر المستمر بين ريال مدريد وبرشلونة. مناقشة البطولات والنجاحات تسلط الضوء على أهمية هذه المنافسة في عالم كرة القدم.